يعني انتهى توزيع هذه الدرجات؟ نعم، بعثناها كلها يعني على استقرت بغداد. يعني؟ نعم نعم. لم يأتي رد بعد بالنتيجة هي من ضمن هاي هسه ال 6000 هي من ضمنها موجودة، يعني دخلت ال قسم. 3000 نعم، بها قسم من عندها موجودة. نعم. نعم. أيضا من تقريبا من فترة قريبة زرتم سجن بادوش نعم مع مجموعة من الشيوخ يعني أنا أريد بصفة عامة وسريعا نعم. يعني كيف كان وضع المرأة في السجن؟ أخي العزيز، إحنا من على ضوء المظاهرات اللي حدثت بمحافظة نينوى وباقي المحافظات يعني، وطبعا أنا من البداية من ظهر العفو يعني كلام على المعتقلات بأن هناك اعتداء على المعتقلات، من خلال مؤتمر أقامته المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في فندق أوبروي، ناشدت الحكومة العراقية وناشدت البرلمان العراقي أن في السجون، وعلى ضوء هذه المرأة العراقية في السجون، وعلى ضوء هذه المرأة العراقية في السجون، وعلى ضوء هذه المظاهرات طبعا احنا بالمجلس بمقترح من إحدى الزميلات بأن نزور السجن، ولكن زيارتنا إلى السجن بصراحة أنا ما كنت يعني رايحة مع أحد. نعم. أنا كلجنة يعني رايحة، ما رايحة مع أحد، وزرنا السجن. وطبعا من هنا أحيي مدير سجن بادوش، لأن وجدنا الخدمة في السجن جيدة بصراحة. ولكن هل جميع المعتقلات من محافظة نينوى موجودين في سجن بادوش؟ أنا أتمنى أن تكون جميع السجون العراقية مثل سجن بادوش. سجن بادوش به نزيلات، لدينا نزيلات في سجن بادوش. يا أخي جمال، تعليق عمل الانتربول في العراق كارثة. تقارير الأمم المتحدة التي رفعتها حول أوضاع المعتقلات العراقيات مثير للخوف بصراحة. وأنا بصراحة يعني بالنسبة لسجن بادوش، عند زيارتنا إلى سجن بادوش يعني نشكر جميع الكادر الموجود في سجن بادوش. نعم. نشكر القوات الأمنية الموجودة حول سجن بادوش. سجن بادوش كان سجن فيه نزيلات مثل ما ذكرت لك. نعم. مشاهدينا الكرام، فاصل ومن ثم نواصل. مشاهدينا ترى لماذا هذه الظاهرة ملاجئ الأيتام لماذا غير موجودة في محافظة نينوى؟ نحن لدينا دار الأيتام اللي هو براعم نينوى وزهور نينوى. نعم. طبعا أنا أحيي وأشكر الأستاذ حسين وأشكر الست أمل، لأن من خلال متابعتي وزياراتي إلى دار الأيتام لاحظت بأنهم يعني يقومون بعمل إنساني. هل تكفي هذه الدار لاستيعاب الأعداد الكبيرة من الأيتام؟ أيضا طالبت أستاذ جمال بفتح دور للأيتام. نعم. كان ضمن المقترح. يعني. نعم. كان ضمن المقترح أن يكون فتح دار للأيتام في الساحل الأيمن، وفي عدد آخر من حتى بالأقضية الكبيرة مثل قضاء تل أعفار، مثل قضاء سنجار، مثل القيارة، مثل الحمدانية. يعني هذه الأقضية الكبيرة أيضا يعني تحتاج إلى أن يكون هناك دار للأيتام في هذه الأقضية، وأنه هو أيضا ضمن المقترح اللي قدمته نعم. إلى المجلس واللي سوف يتم المصادقة عليه. نعم. إن شاء الله. يعني إذا إن شاء الله نتمنى أن يكون هذا المقترح يأخذ طريقه إلى التحقيق، ولأن الأيتام أو هذه لابد أن يكون هناك دائما مناشدات لمجلس النواب حتى مجلس الوزراء. نعم. وخاصة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إن شاء الله نتمنى أن يكون هناك موضوع. حتى عندما زار دولة رئيس الوزراء نعم. الموصل أيضا طالبته بالاهتمام بالأيتام، بالاهتمام بالمرأة، عندما زار أيضا خلال زيارته إلى محافظة نينوى. هل كانت هناك نتائج؟ النتائج اللي كانت هي 3000 درجة، يعني ما كانت يعني بصراحة بمستوى الطموح. 3000 درجة إلى محافظة مثل محافظة نينوى. 3000 درجة كانت جديدة. نعم، اللي جتنا بشهر السادس. نعم. هي جتنا. نعم. تذكرها. نعم. نعم. يعني إذا تحدثنا عن الأيتام أيضا لابد أن نتحدث عن القاصرين. يعني هناك طبعا الطفل اليتيم
عندما يكون في قبل سن معين تقريبا 18 سنة هذا يسمى قاصر، وهناك دائرة القاصرين في محافظة نينوى. يعني أريد أن أعرف يعني هل هناك اتصال بينكم وبين هذه الدائرة؟ هل هناك تنسيق بينكم وبين دائرة القاصرين؟ بس قبل ما تجيبين ناخذ الأستاذ طه شلاوي المعاون الفني لتربية نينوى. مرحبا أستاذ طه. مرحبا أستاذ جمال. الله يخليك. أهلا بك. بس أستاذ جمال. أولا شكرا أستاذ جمال أخي العزيز ولضيفك عضو مجلس المحافظة السيدة شيفي. سيد سيفي يقول لك بس أستاذ جمال. بس مرحبا أستاذ جمال. لا قلت لها شلون ولضيفك عضو مجلس محافظة السيدة سيفي. أشكرك أستاذ طه. عزيز علينا. الله يخليك الله يعزك. أتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. الله يخليك. وأبغى نوضح ما يلي. نعم. أخي العزيز جمال، حول رواتب عقود الإسناد. نعم. للعاملين في التربية تم صرف الرواتب لهم، وتم إرسال كتاب إلى وزارة التربية الشؤون المالية حول استفسار على الموضوع، علما أن الموضوع الكتاب اللي وصلنا من مجلس الوزراء عن طريق وزارة التربية هو لإجراءات تثبيت عقود الإسناد وليس لإيقاف الرواتب. وقد اتصلت بالأستاذ دلدار والأخ يحيى عبد محجوب حول الموضوع، وأقروا بأن الموضوع لا يتعلق بإيقاف صرف الرواتب، وإن شاء الله تصرف الرواتب حسب يعني في الوقت المحدد. يعني هي صرف. بالنسبة للأخت الأرملة اللي طرحت موضوع وجود مخصصات الأولاد، نقول أن الأرملة غير مشمولة بكتاب براءة الضريبة وتصرف لها مخصصات الزوجية. أما مخصصات الأولاد ونتيجة لتشابه الأسماء الثلاثية للبعض فتم إيقاف هذه الإجراءات من قبل الضريبة، وتمت مطالبتنا بأخذ تعهد قانوني فقط في دائرتنا لهذه الحالات، وتصرف لهم إن شاء الله مخصصات الأولاد، ولا توجد أي مبررات لعدم صرفهم إن شاء الله. إن شاء الله. يعني هناك أيضا سؤال آخر أستاذ طه سألوا أحد المتصلين على منح الطلبة. أنا جاوبت يعني بالنيابة عنكم، أنا أعتذر إذا الإجابة غير صحيحة. أنا قلت إنه هو القرار صدر لكن للآن لم يصرف شيء رسمي. نعم. هل هذا صحيح؟ نعم. أستاذ جمال أستاذ جمال أنت تعرف هذا الموضوع أثناء زيارة السيدة البرلمان الست مدركة إلى التربية، وأثناء لقاء ويمكن عندك في الموصلية مثبت أنه قالت أنه صرف لكل طالب 30,000 دينار. فقلنا لها احنا ما وصلنا اي كتاب من وزاره التربيه بهذا الموضوع. نعم. قالت لا احنا اقريناه في مجلس البرلمان وسوف تصرف الرواتب. نعم. وعلى اثرها صرحت في التلفزيون امام العالم في القناه الفضائيه حتى عندكم انه سوف تصرف 30,000 دينار. احنا الى الان لم يرد لنا اي امر وزاري بهذا الموضوع ولم نسمع به. أنا هذا ما أكدته أستاذ طه، يعني قلت إنه هو الموضوع تمام. أستاذ جمال وهذا كلام صحيح. نعم. أنا يعني أجبت بالنيابة عنك يعني، فأنا أشكرك جزيل الشكر أستاذ طه. أشكرك أستاذ طه. أنت يعني حليت موضوع أم طلال إن شاء الله. نحن نشكرك شكرا جزيلا. وإن شاء الله نتواصل بالخير لأهلنا بمحافظة نينوى إن شاء الله. بارك الله فيك. بارك الله فيك أستاذ طه. مرة ثانية أستاذ. شكرا جزيلا. شكرا على اتصالك وعلى المداخلة الجميلة وعلى إجابة على 3 أسئلة وليست فقط سؤالين. نعم. يعني احنا نشكر أستاذ طه شلاوي شلاوي شكر جزيل. نعم. ويعني ذلك هو فعلا موضوع عقود الإسناد كان موضوع مهم. نعم. يعني يتحدث عن الكثير، وهناك الكثير من الناس فعلا يريدون أن استفسار. فهو كما قال الأستاذ طه أن الموضوع كان موضوع مجرد يعني ليس هناك وقف للرواتب. أيضا الأرملة غير مشمولة، لكن هناك بعض التشابه في الأسماء. نعم. يمكن تصحيح هذه الأسماء. نعم. موضوع منح الطلبة أقرت في مجلس النواب. نعم. تمام. لكن محافظة نينوى أو تربية نينوى مشاهدينا الكرام وطلبتنا الأعزاء حتى لا يكون هناك لبس على التربية والقيل والقال. نعم. لم يصل لتربية نينوى فلسا واحدا من هذه الميزانية التي أقرت لكي توزع على طلبة محافظة نينوى. نعم. نعم. فيعني هذه نقاط مهمة فعلا. لكن أعود إلى موضوع أنت تطرقت إلى نقطة مهمة. قلت في أثناء زيارتي لك في إحدى الجلسات في مجلس المحافظة أنك تكلمت وأردت مساعدة أو إطلاق الرواتب المطلقات. فكانت هناك اتهامات لك بأنك ست سيفي
تشجعين النساء على الطلاق. هذا ما قلته لي، صح؟ نعم استاذ جمال. فأنا موسع الاتصال جانا ابو حسين من الشورى. لا انا لا اقصد الطلاق من نعم. اجل الاموال، لا نعم. لا نعم. هو احتمال يكون يعني انا لا اريد ان اربط بهذه النقطة. نعم. لكن هو عندما يعني يكون نعم. مثلا هناك نزاع خفيف نعم. او شيء يعني لا يذكر بين الرجل وامرأته، نعم. يكون هناك او نرفزة او شيء، ممكن احتمال تكون، بس هي المبلغ لا يذكر يعني. لا يعني لا لكن لا هم على مو اي المبلغ اساس، هم أستاذ على جمال. اي اساس اتهموك هذا الاتهام؟ على اساس انه اطالب برواتب للمطلقات. لماذا اطالب بس بارامل المطلقات المطلقات؟ الحقيقيات يعني ليس لا. فيها شيء. اخي العزيز نعم. استاذ جمال، مو انت يعني انت تعرف، يعني انت عايش هنا بالعراق وتعرف المراه العراقيه، يعني المراه العراقيه مستحيل لو بمال الدنيا كلها وما تطلق على مود احنا فلوس. هذا اكدناه يعني. لا 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 ابد ماكو اي نقاش على هذا الموضوع. نعم. بصراحه ما تقبل المراه العراقيه على نفسها انه تطلق. انا اريد يعني على اي اساس اتهموك؟ نعم. على هذا الاساس اتهموني بانه المراه يعني زادت نسبه الطلاق بعد اطلاق رواتب للمطلقات، وهذا مستحيل. اذا المراه ما يصل بها الى حد اليأس، مستحيل انه تتحمل المراه العراقيه، تتحمل كل شيء، تتحمل المراه نعم. العراقيه. نعم. ولكن في بعض الاحيان من تصل يعني الى مرحله اليأس فتختار الانتحار للطلاق. لا طبعا. نعم. ناخذ اتصال من ام خالد. السلام عليكم ام خالد. عليكم السلام. الله يحفظك ابويا، اشلونكم؟ الله يخليك ام الله خالد. يخليك. الله يحفظك. على مود أنا عندي جريحه. نعم. جريحه. جريحه؟ ايه وعلى مود طلع له معامله على مود مال رعايه. جريحه ايش عندها جريحه؟ الو. هي اسمها جريحه؟ ايه جريحه. اسمها جريحه؟ هي اسمها جريحه، احنا اعتقدنا ان هي جريحه يعني. نعم. ايه نعم، ايش عندها بالضبط؟ من 2007 و2008 قدمت في معامله وكملناها كلها. من المحافظه، ولي هسه نروح ونجي ويقولوا نتوقف. من 2007. ايش بيها هي؟ ايش بيها يعني؟ بنتي جريحه عندها عجز 50%. ايش عندها؟ عجز 50%. ايه والله. عجز مالها 50%. ايه ما مشموله، ما راح تشمل. اعتقد يعني اخت ام خالد، اعتقد هذه النسبه ما مشموله. ايه الشمول كان واضح، يعني الشمول كان واضح يعني. الله يحفظك. الشمول التعليمات اللي جتنا من جانا الشمول، جتنا معاها تعليمات. التعليمات هي كانت بالنسبة للأمراض، يعني إما تكون شلل رباعي أو مكفوفة أو التخلف العقلي. هاي بس اللي نشمله بالشمول. بس نعم. يعني مع جريحة و50% يعني ما أشون يعني هكذا ما يطلع أبد ما يصير. نتمنى انه نتمنى بالشمول نتمنى عندما يجينا شمول جديد انه ينشملون يعني مثل لدينا كثيرات مثل جريحة. بصراحة يعني عندنا أعداد كثيرة مثل جريحة. لا ايضا يعني انا اوضح لام خالد، يعني هي التعليمات ليست من محافظه نينوى. نعم، التعليمات تجينا من تعليمات، اذا جاءت تعليمات نعم. انه بس الشلل الرباعي نعم. او التخلف العقلي او المكفوفين نعم. يعني هذا ال 50% حتى عجز 50% انا اعتقد حتى ما مشمول. لا. نسبه العجز، لان انا عملت اكثر من لقاء مع يعني جماعه الرعايه وحتى الغير مسؤولين. نعم. هذه النسبه غير مشموله. يعني اللجنه الطبيه، لانه هو عندما يحال المريض او المريضه يحال إلى لجنة طبية في دائرة الصحة. دائرة الصحة لابد أن يكون تقريبا هناك أكثر من هذه النسبة. أنت ذكرت اللجان الطبية. بصراحة أريد أن أشكر الدكتور صلاح، ذكرتني باللجان الطبية لأن ساعدنا كثيرا أثناء الشمول. فتحنا لجان طبية في مناطق عديدة يعني من محافظة نينوى. نعم. كون الأماكن يعني كانت بعيدة عن محافظة نينوى، ففتحنا لجان طبية. ومن هنا أقدم جزيل شكري إلى الدكتور صلاح ذنون مدير عام صحة نينوى. إحنا أيضا نقدم تحياتنا وشكرنا وتقديرنا من الموصلية إلى مدير عام صحة نينوى الدكتور صلاح، لأنه هو فعلا متعاون وله بصمات كبيرة في المحافظة. نأخذ اتصال من أبو عبد الله. السلام عليكم أبو عبد الله. حبيبي الله يكون في عونك. الله يخليك أبو عبد الله. شلونك؟ شلون صحتك؟ الله يخليك. سلامي لك وللضيفة مالتك. بارك الله فيك ابو عبد الله. الله يخليك استاذ جمال، اني ولو يعني خارج نطاق الحلقه مالتك، بس بما انه موجوده الضيفه مالتك. ايه تفضل.
شو اسمه بس انوه لها عن شغلتين الله يخليك. تفضل. هي توصلها لمجلس المحافظه للسيد المحافظ. تفضل ابو عبد الله. اول وحده يعني ازمه البنزين ولحد الان قائمه بالموصل، وشوف السرعه انت جنابك يمكن تشوفها يوميا من شو اسمه القصور للجامعه. نعم. هاي وحده. الشيء الثاني قبل فتره قامت الكهرباء مشكوره يعني بوضع ميزانيات بكل البيوت، يعني افترضت لجنه كل بيت ما بي ميزانيه خلوا له ميزانيه. نعم. زين ليش ما اتحدوا حذوها الماء والمجاري هم يفترون يخلون ميزانيات بالبيوت؟ يعني هم فائده للدوله وهم اختصارا للمواطن من يروح يراجع، مش شلون الكهرباء سووا هم يسوون. نعم. نعم. الله يخليك. بارك الله بك ابو عبد الله على هذه الاقتراحات ان شاء الله، شكرا جزيلا. يعني اعتقد يعني توصلي هذه الاقتراحات الى مجلس المحافظه. اتصور يعني انعرضت جلسه استضافه مدير المنشآت النفطيه ومعاون المحافظ للطاقه. نعم. في جلسه مجلس المحافظه وتم طرح هذا الموضوع. بصراحه نحن ايضا نلاحظ يعني عندما نخرج من محافظه نينوى ونذهب الى بغداد نلاحظ بان محطات الوقود فارغه تذهب. لماذا في الموصل؟ ولماذا في الموصل؟ يعني بصراحه هو ذكر المعوقات، ذكر بانه الحصه ما تصلنا يعني بالشكل الكافي، وايضا ذكر النقل يعني صعوبه النقل. وطبعا من خلال المناقشه توصلنا بانه ان شاء الله سوف يتم حل هذه المشاكل. وايضا المعاون المحافظ يعني ذكر هذه بانه عندما يحتاجون مثلا الى نسبة من الوقود في منطقة أخرى يأتون وينظرون إلى الجدول الموجود عندهم. مثلا محافظة نينوى هي محافظة كبيرة ولديها حصة كبيرة، فماذا يفعلون؟ يأخذون من الحصة الكبيرة لسد النقص، ولهذا نلاحظ يحدث عندنا أزمة البنزين. وأيضا بالنسبة للماء والمجاري يعني لا قبل الماء والمجاري يعني أريد أن أعقب على كلامك يعني يأتون إلى محافظة نينوى ويأخذون حصة إلى غير محافظة كي يسدوا غير نقص. نعم. أين لأن هي أكبر محافظة وأكبر كمية هو عندها. دور المحافظة؟ أنا عندي يوميا تقريبا 1,000,000 لتر بنزين أستلم. لماذا أستلم 500,000؟ والله يا أخي المحافظة ومجلس المحافظة يطالبون دائما يطالبون، ونبعث كتب والمحافظة تبعث كتب وإحنا كمجلس نبعث كتب، لكن يعني نتمنى أنه تنحل هذه. ناخذ اتصال. جواب يعني إما قبلت أم لم تقبلي. عافية من يوم 20/7 يعني أنا سلمتهم الفايل وقالوا لي شهر وراجعينه، ورحتوا بالثامن ورحتوا بالتاسع ولي حدا بشهر ال12 رحتوا. يعني حتى بزعت قلت بعد ما أروح عليهم. نعم. ممكن يعني تجيك على المجلس والسعدي. خلي تجيني. لا هي أنا مثل ما وضحت لك أستاذ جمال، هاي الأسماء اللي راح تجينا بالقرص بس هي اللي معنا على خلي تجي. أهلا وسهلا. يعني أخت ريم هي راحت من على الخط. أخت ريم أتمنى أن تذهبي إلى ست سيفي بمجلس محافظة نينوى في لجنة المرأة والطفل، وهي إن شاء الله ستقوم بالاتصال بلجنة المرأة، يعني أتمنى أن تساعديها إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. فيعني تجيك بأي وقت. نعم. هي ما هي هاي الأسماء يعني اللي انرفعت قلت لك هي من ضمن هاي 6200 إلى 200 و500 يعني أكيد قسم من الأسماء موجودة يعني ضمن هذا القرص اللي راح يجينا، وراح تتوزع الرواتب عن طريق جاتكم الأسماء بالمجلس؟ إحنا لا بالمجلس بعد ما جتنا، راح يروحون يستلموها إما هذا الأسبوع أو الأسبوع اللي بعده يعني بعد ما جت الأسماء؟ لا بعد هي موجودة ببغداد، يروحون يجيبون الأسماء والقرص ويسلمون الرواتب إن شاء الله. نعم. كنا نتكلم عن الأمراض السرطانية، قلت أن هناك المفروض يكون هناك شمول بالأمراض يعني ليس فقط الشلل الرباعي أو إلى آخره أو المكفوفين، لكن هناك فعلا أمراض يعني الأمراض اللوكيميا وحتى الصم والبكم. يعني عندما كان هناك حلقة يعني تخيل أن أطفال الصم والبكم غير مشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية.
أيضا أتمنى أن تثبت هذه الملاحظات إن شاء الله في مجلس المحافظة. نعم. يكون هناك يعني باب خاص أو جلسة خاصة لمناقشة وضع الفقراء ووضع نعم. المرأة ووضع الطفل والنهوض يعني ولو بقدر قليل من هذه الشريحة. لا يتم النهوض بالمرأة ما لم يتحسن الوضع الاقتصادي للمرأة. لن تنهض المرأة ما لم تتوفر لها فرص عمل. يعني من خلال القروض راح نحث المرأة بأنه هي تشتغل، ما يعني حتى لو كانت قروض صغيرة كفتح محل كزراعة، يعني أي مشروع صغير. يعني بالنسبة للقروض لو تسمحي لي سي سيفي، أنت فتحتي موضوع القروض وأنت تفتحين جروح. نعم. وإذا فتحت الجرح فلا بد أن أضع فيه الملح. نعم. القروض منذ فترة كانت هناك على أساس قروض للعاطلين عن العمل في محافظة نينوى. نعم. قرر السيد وزير العمل والشؤون الاجتماعية أن نينوى غير مشمولة بالقروض. لماذا؟ لأن ليست فيها نسبة فقر كبيرة. هل عندما صدر هذا القرار ما هو إجراءاتكم في مجلس المحافظة؟ هل دافعتم عن هؤلاء الشباب العاطلين على العمل؟ يعني أنت الآن نعم. تتكلمين كمقترح أن من أهم المقترحات القروض. نعم. أن تعطي قرض إلى فلان من النساء على الأقل تشتري ماكينة خياطة. نعم. اللي هكذا يعني ممكن تمشي أمورها. نعم. لكن عندما يصدر هذا القرار من بغداد ومن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بعدم شمول محافظة نينوى لأن نسبة الفقر فيها متدنية، يعني هل هذا كلام؟ ما هو إجراءات المحافظة؟ هل اتخذتم إجراء في مجلس المحافظة؟ هل دافعتم عن هذه الطبقة؟ تفضلي. نعم أستاذ، أنا حكيت عن القروض والمقترح اللي أنا قدمته بالنسبة للنساء، مثل ما تفضلت جنابك بأن تشتري ماكينة خياطة أو تفتح دكان أو أي ورشة أخرى أو أي عمل آخر حتى نحث المرأة على العمل. لا يعني نعم. لا أنا أريد الإجابة على السؤال. عن هذا الموضوع. أنا أريد الإجابة على السؤال. نعم. أنت عندما صدر هذا القرار نعم. اتخذتم أنت في مجلس المحافظة. نعم. أنت مسؤولة الأولى عن الأسرة والطفل. نعم. تمام؟ نعم. وعن العاطلين وعن هذه الفئة الكادحة. نعم. هل سمعت عن هذا القرار أولا؟ بصراحة لم أسمع عنه. يعني إذا أنت عضو مجلس محافظة ورئيس اللجنة نعم. إذا لم تسمعين فأنا متأكد أن حتى كل أعضاء اللجنة لم يسمعوا بهذا القرار، لأن هذا القرار لا يهم. يعني عندما تستثنى، لو تسمحي لي، يعني عندما تستثنى محافظة نينوى نعم. من القروض من قبل وزير العمل والشؤون الاجتماعية، يعني هناك علامة استفهام كبيرة. يعني المفروض يكون هناك يعني أنا أتعجب يعني كيف لم تسمع به، وما هو إجراءات المحافظة يعني؟ والله أستاذ جمال أنا لم أسمع بهذا الموضوع بصراحة، ولم أسمع بأن هناك استثناء لمحافظة نينوى من القروض. بالعكس أنا اللي طالبت بالقروض، أنا طالبت الوزارة بالقروض، ولكن الجواب اللي جاء بأنه الاستثناء أنا لم أسمع عن الاستثناء بصراحة. نعم. عموما نترك الموضوع موضوع الأمراض السرطانية التي اقترحتيها. يعني هل هناك فعلا صارت اقتراحات شمول اللوكيميا؟ يعني كما قلت أن الأطفال حتى أطفال السم والبكم بال 2006 كانوا مشمولين بالرعاية. نعم. بعد 2006 غير مشمولين. نعم. هل هناك اقتراحات جديدة لشمول هذه الفئة؟ وأنا في حلقة السم والبكم ناشدت نعم. الكثير. نعم. ناشدت المجلس ومجلس النواب ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ولكن للأسف يعني كلامنا لا يسمع. بصراحة أستاذ جمال كمقترح هو موجود كمقترح، لكن متى ينفذ هذا لا ينفذ من قبل مجلس المحافظة، وإنما ينفذ من قبل الحكومة ومن قبل تشريع بالموازنة والتشريع بالبرلمان. هذا لا ينفذ عن طريق المجلس بصراحة. يعني نحن من اجانا شمول، من اجانا كتاب الشمول الأخير اللي كانت 3000 درجة، كانت موجودة بها شروط المذكورة، أن تكون أرملة وأن تكون مطلقة وأن تكون زوجة مفقود أو أن تكون مكفوفة وتخلف عقلي وعدة شلل رباعي. يعني من يجينا الشمول يجينا معاها الشروط. يعني أنا جاتني رسالة عبر العين الموصلية تقول، يعني هي رسالة من إقليم كردستان، يقول أن احنا نتمتع بكافة الحقوق. يعني الراتب 150,000، ياخذون حصة كاملة من الحفاظات سنويا. عندهم أيضا كل سنة عربانة خاصة من الشلل وشلل. صحيح. أيضا حتى عندهم رحلات ترفيهية. يعني صحيح. يعني أين
المعوقين وأين الأيتام والمطلقات في كردستان وأين هم في محافظة نينوى؟ فرق شاسع طبعا. لماذا؟ عندما جاءنا هذا، أليست دولة واحدة؟ تسمح لي أستاذ جمال، عندما جاءتنا هذه الشمول ذهبت إلى الشيخان وسألتهم عن عدد الأرامل والمطلقات الموجود عندهم، يعني اللي ينشملون، فذكروا لي بأنهم لا غير محتاجين، ما نريد هاي الدرجات. نعم. ليش ما تريدون؟ في الشيخان. بالشيخان، نعم. ليش ما تريدون هاي الدرجات؟ قالوا احنا ناخذ من اقليم كردستان، وراتب اقليم كردستان 150,000 يعني فعلا بالشيخان 150,000 فعلا يعني نفس فعلا هو اذا عنده معوق بالبيت يربي معوق، الام اللي تربي هذا المعوق ايضا عندها راتب، والمعوق ايضا عنده راتب. الام والمعوق. نعم استاذ جمال، هذا موجود في كردستان. الام تاخذ راتب لان هي تربي هذا المعوق، وايضا المعوق عنده راتب وعنده كافه حقوقه. انا اذكر لك هذا الموضوع استاذ جمال. ناخذ الاخ ابو عبد الله. السلام عليكم. السلام عليكم ابو عبد الله. اهلا استاذ. تفضل ابو عبد الله. استاذ بلا زحمه عليك، احنا عندنا معامله مع الطلاق، وكان قبل فتره قابلت السيفين بالمجلس. ابو عبد الله. ابو عبد الله. نعم. ايه. وانطتني خطيه مشكوره، هي ساعت معانا يعني، واتصلت اتصال فوري مع استاذ وعد. نعم. ومريت عليه، كتبت لي ورقه من الاستاذ وعد، مريت عليه، بس اللي لحد الان اي نتيجه ماكو. يعني قالوا على شمول جديد كذا. هو يمكن ابو عبد الله وانت متابع الحلقه، هو اكو شمول جديد. احنا قلنا بدايه الحلقه ما عندنا شمول جديد، ما عندنا شمول جديد. هو على 6200 قصدي. لا هاي كانوا قدموها استاذ. يعني ما شمول جديد هو. لا الشمول يعني هي معامله جديده ابو عبد الله؟ هي معامله جديده، احنا مقدمين 4 معاملات بوقتها، كان شرحتوا له 6 سيفين يعني بوقتها. نعم. 4 معاملات. نعم. كل ما نروح ما موجودين معامله. فحولتنا على مدير الرعايه، والرجل مدير الرعايه استاذ وعد حاولنا على دائره المراه، فقالوا انتظروا على الشمول الجديد. فقلنا بس نستفسر يعني نرجع الشمول الجديد ايش وقت يكون؟ ابو عبد الله احنا عندنا اتصال الان ان شاء الله بمدير الرعايه، تابع وانا هساله الان على موضوعك. بالنسبه للشمول استاذ، شكرا ابو عبد الله. استاذ جمال، حاليا ما عندنا شمول، احنا سجلنا الاسماء بعثناها لبغداد، هاي الاسماء جتنا. يعني هذه ال 6000 ما جديده يعني؟ لا استاذ جمال، هاي 6000 إلى 6500 هاي كانت ما وضحتوه لجنابك، هاي كانت مقطوعة وعادت مرة ثانية وعادت وكانت رفعناها البغداد والأسماء يعني رجعت الأسماء لنا. بينما الشمول إذا هي حاليا شمول ما عندنا. إذا هي حق من محافظة نينوى طبعا، يعني ليست منحة أو منها طبعا نعم. حق محافظة نينوى. نعم. طبعا نعم. وحاليا الشمول يعني عندما اتصلت ببغداد اتصور حاليا ما راح يكون عندنا شمول بعد الانتخابات، حتى لا تصير دعايه انتخابيه لاحد. نعم. اذا يعني هذه ال 6200 الى 6500 نعم. حتى يكون هناك وضوح للناس يعني. نعم. يعني مثل حياه ابو عبد الله نعم. غير مشموله. احتمال هو اذا دازين الفايل ماله جديده، إذا جديدة لا ما مشمول. هو جديد المعاملة. لا ما مشمول. لكن هذه ال 6500 أو 6200 نعم. هي فقط اللي كانوا يتقاضون وقطعة رواتبهم وقطعة الرواتب. نعم. مرة ثانية عادت الرواتب. نعم. واحتمال يكون بها 2009 احتمال طبعا احتمال بها 2009. يعني ننتظر مكالمة إن شاء الله اتصال مدير الرعاية حتى يكون هناك إلمام. يعني طالما نتكلم عن الأرامل، وإذا تكلمت عن الأرملة فلا بد أن نتطرق إلى اليتيم طبعا، لأن ابن الأرملة هو يتيم، ابن المطلقة هو يتيم. فالأيتام يعني بهذه الخصوصية في محافظة نينوى يعني نلاحظ كثير من السلبيات. يعني أنت عندما في الترافيك أو ظاهرة التسول، يعني من فترة كنا في المقابر، مقابل التلفزيون، يعني مناظر لم أصدق أن هذه المناظر، أطفال في سن المراهقة يعني يوجدون في داخل المقابر ويتهافتون على المشيعين ويأخذون حل، بل واحد منهم خطف 5000 من يد أحد المشيعين. يعني
أين أنتم؟ أين مجلس المحافظة؟ أين الشرطة؟ أين الحماية؟ أين القوات الأمنية من دخول هؤلاء في هذه الأماكن حتى في الترافيك لايت، حتى لو في الإشارات الضوئية؟ لماذا لا يكون هناك فرق خاصة؟ يعني كما في كل دول العالم هناك فرق خاصة بالشرطة للآداب. أيضا نريد أيضا الحفاظ على مظهر محافظة نينوى، وإن يجي ضيف أو مستثمر حتى، يعني هذه المناظر يعني متى تزاح من محافظة؟ ما هو دوركم أنتم؟ والله هذه المظاهر ما فقط موجودة بمحافظة نينوى صراحة، الآن يعني كثرة هذه المظاهر بالعراق ومع الأسف الشديد، ولكن في أحد المرات أنا تطرقت إلى الموضوع ولم ينال إعجاب بعض الأصدقاء طبعا، وذكروا بأن هناك شركات مسؤولة عن المتسولين، وهناك من يقوم هناك مافيا، يعني مافيا هناك مافيا. خلينا نتكلمها بصراحة يعني. نعم. يعني قال لك جماعة ياس السيفي لا تكلمها، لا تفتح لنا فتحة الله يخليك. نعم. فأنا بصراحة يعني تركت الموضوع ولم يناقش الموضوع، ولم أناقش الموضوع بصراحة يعني. يعني هو أقنعني بأنه موجود هذا الشيء، فأنا ما أعرف يعني هل هو صحيح هذا موجود هذا الشيء؟ هل صحيح أكو شركات للمتسولين؟ أنا هنا أسأل، يعني هل هو هو صحيح؟ هو اللي تكلم معك هو يجوز كان أحد أصحاب الشركات؟ لا أتصور. يعني لا أتصور يعني هذا أستاذ جمال. من هو اللي تكلم؟ لا أستاذ جمال. لا هو الكلام غريب يعني. غريب. ليست هناك شركات. أنا لو تسمحي لي سيف، هو الموضوع ليست هناك شركات، هم هذول تقريبا يعني ممكن تقولي يعني قوة متمكنة، أو حتى يمكن المكان نفسه يأجره. فهم علي؟ أنت شايفه في فيلم عادل إمام؟ نعم. لما كان بيشحد بالدولار. نعم. فهي الموضوع هذا الشخص اللي يتكلم عليك، أنا لا أريد أن أعرفه، ولكن المفروض عندما يكون هناك موضوع يخل بمجلس المحافظة أو بمحافظة نينوى يناقش في المجلس، ولا تكون هذه الدعايات التي تثبط من الهمة. يعني عندما تكلم معك هذا الكلام، حتى أنت لو عندك رأي أو عندك مناقشة أو عندك اقتراحات ستنتهي، صح؟ نعم. فكيف كان ردك عليه؟ أنا قلت لك على موضوع المقابر، يعني نعم. ليس فقط في الشوارع يعني. نعم. يعني هذا منظر غير. نعم. طبعا هذا المنظر نحن جميعا نتألم من هذه المنظر بصراحة، ولكن مثل ما قلت لك أستاذ جمال، ترى مجلس المحافظة أيضا هو مجلس يعني ما بيدو كل شيء المجلس. التشريعات هذه يا أخي، هذه مواضيع مهمة تحتاج إلى تشريعات من البرلمان العراقي. يجب أن تهتم الحكومة العراقية بهذه الشرائح. رفعتم هذه المقترحات لمجلس النواب؟ نعم. رفعتم؟ نعم رفعناها. نعم. ومن ضمنها المقترح اللي ذكرت الجنابك بأنه الموضوع كان المقترح عن الأيتام، قدمته إلى المجلس، ومشكورين جميع أعضاء المجلس بدون استثناء، الجميع دعم هذا المقترح، وتم تحويله إلى جامعة الموصل قسم الآداب مشكورين لكي يعملوا دراسة حول هذا الموضوع لمتابعة موضوع الأيتام. نعم. يعني هو احنا ان شاء الله نتمنى ان يكون الموضوع يعني لا نريد يعني تحامل على احد او احد يتحامل على احد، لكن نحن هدف الموصلية الفضائية دائما هي هذه الشرائح. نعم. نريد دائما ان يكون المجتمع مجتمع مثالي، نريد ان يكون هناك توزيع للحق والعدل، هذا هو ما نسعى اليه. نعم.